There's no one in the world today could beat me. اصحابي واخواتي وعائلتي التانية، رجعت لكم من تاني بفيديو فشيخ. بيجي وقت في مسيرة كل ملاكم عظيم انه لازم يواجه او يهزم الراجل اللي هزم الراجل، ورغم ان لاري هولمز ما كانش ساعتها هو البطل سنة 1988، الا انه في نظر جماهير الملاكمة كان الاسم اللي لازم يكون موجود في سجل اي بطل وزن تقيل. عايز تثبت نفسك كبطل لازم تعدي عليه. في الفترة دي كان تايسون هو المهيمن على الوزن ده وهزم كل الابطال دول، ولكن كل دول كانوا يعتبروا دمى مقارنة بالترسانة الأسطورية اللي بيملكها ملك الحلبة والوقت طويل لاري هولمز. النزال ده كان ممكن يكون أهم نزال في مسيرة مايك تايسون في الفترة دي، والتاريخ بيفتكرها كواحدة من أهم نزالات الوزن الثقيل على الإطلاق. والليلة دي هي الليلة اللي بيحاول يأخذ فيها مايك تايسون الصقر لأسطورته وقدوته محمد علي رحمة الله عليه. ظهر لاري لأول مرة في ساحة الوزن الثقيل سنة 1978 بعد ما تحدى كين نورتون على لقب WBC. كانت مواجهة عنيفة جدا وانتهت بجولة أخيرة أسطورية لصالح لاري هولمز. لاري هولمز ما كانش اسم كبير قوي ساعتها ولا معروف وقت ما بقى بطل، لانه ما واجهش غير اسم كبير واحد بس قبل كده وهو إرني شيفرز، ولكن وراء الكواليس كانت سمعته مرعبه خصوصا وسط نخبه الوزن التقيل، وده لان اسلوبه كان شبه محمد علي، وده خلاه شريك مثالي في السبارنج لنجوم كبار ساعتها زي إرني شيفرز وجو فريزر وهم بيستعدوا لمواجهه ملك الوزن التقيل. علي بنفسه حب هولمز وقربه منه ودمر معسكره سنة 1968 عشان يساعده، وبدأ يكون موهبة هي اللي هتسود الجيل الذهبي للوزن التقيل بعد كده. بعد ما أخذ اللقب من نورتون، هولمز بهدل كل الأبطال اللي فضلت من نهاية السبعينات ومسح بيهم الأرض. وفي الوقت ده كان مايك تايسون قاعد بيتابع كل ده من بعيد وهو في مؤسسة إصلاحية للشباب. ومع وجود مجموعة كبيرة من المواهب الشابة اللي طالعين في أوائل الثمانينات كانت مهمة هولمز صعبة، ولكن كان في واحد من الجيل اللي قبله مش مستعد إن هو يسيب الساحة كده للشباب الجديد ده بسهولة. back because I'm going to be the champ 4 times. I promise you, it'll be a miracle. Holmes will be no contest. رغم ان جمهور الملاكمة كان نفسه يصدق ان علي لسه عنده الشرارة اللي تخليه يواجه وحش جديد، الا ان الحقيقة كانت واضحة، فرصته كانت شبه معدومة. علي كان خارج الحلبة لمدة 2 سنين وحالته الصحية كانت سيئة جدا. هو يمكن غلب ليستون وفورمان قبل كده، لكن المرحلة دي من عمره كان شبه مستحيل ان هو يكسب ضد لاري هولمز، ولاري هولمز ساعتها كان في قمته. Ali has been your idol. Will you take it easy on him? My thing is to go out there and knock him out, to hurt this man, not to take it easy on him. That is not my job. The idea that Muhammad Ali might explode at any time too. وفي نهاية اليوم المشؤوم ده كان هو ده الشغل الصعب فعلا، وهولمز لعب بقوة جدا وخلى كل المشاعر على جنب، حتى ما عملش بالعيش والملح والعلاقات، وهزمه هزيمة سيئة جدا. علي اتعرض لضرب قاسي جدا ومن طرف واحد، وكان مشهد صعب لكل اللي بيتابعه، لكن كان أصعب بكتير على شاب من بروكلين. مدربه كانت بينه وبين علي علاقة شخصية قوية جدا. You know, my adopted father and my mentor, Customato, is very close with Ali, and their birthdays on the same day, January 17th. And every day they call each other to talk crap, and when they call them, I'm on the other phone, and I'm listening to the conversation. He would never let me talk to him, so I sneak and hang on the phone because he didn't hear too well, so he couldn't hear me getting on the phone. I would hear him talking. And so I talked to Ali, and Ali had just lost to Larry Holmes at night. Yeah. The next morning, they were talking on the phone, and Cuss was mad that they lost, and then after all of a sudden, he said, hold it, I got a 14-year-old kid, black kid here, he's gonna be champ of the world. Tell him to listen to me, okay? Tell him to listen to me. He said, okay. But I'm crying while he's saying it. When I get big, I'm gonna get him for you. When I get big, not when I'm a champion, when I'm a top fighter, when I get big, because I'm only 14. But then when I get big, then I'm saying, I'll get him when I get big, I'm gonna get him for you.
في ناس كتير عندها مفاهيم غلط عن مين بالظبط هو اللي كان قدوة مايك تايسون. ناس كانت بتقول جاك ديمبسي، ناس تانية بتقول روبرتو دوران، لكن الحقيقة ان محمد علي كان كل حاجة بالنسبة له. كان بيعشق مهاراته وثقته، وقبل كل ده شجاعته. رغم ان مايك تايسون دلوقتي رجل ذكي ومنظم، لكنه لحد اللحظة دي ما بيقدرش ان هو يوصف اعجابه بمحمد علي. Me, fuck me. Ali's a giant. There's no way other fighters can match him. He'll die for this shit. He'll die. I'm not gonna die for that. وعلى الناحية التانية بقى لاري هولمز كان مستعد ان هو يتحمل الهجوم اللي هيجي بعد ما يهزم اكبر ايقونة رياضية في العالم، وحاول انه يحافظ على صورته بعد النزال، ولكنه انهار. I feel that he fought one of the baddest heavyweights in the world today, and you cannot take credit from him. ولكن الطفل اللي كان عنده 14 سنة وقتها كان بيعكس شعور أغلب العالم الرياضي بعد هزيمة علي، وبسبب اللي حصل لعلي بقى هولمز هو الشرير، والإعلام ضغط في الاتجاه ده لدرجة إن هولمز نفسه في النهاية ابتدى يصدق الحكاية دي، وبدأ إن هو يبهدل الدنيا في التمرين مع شركائه ويتكلم بالسوء عن الأبطال اللي كانوا قبله، والصورة السيئة دي غطت على العظمة اللي كان بيقدمها جوه الحلبة. I mean, if you really want to get technical about the whole thing, Rocky couldn't carry my jockstrap. If I hurt your feelings back there, so fucking what? ورغم ان هولمز ما كانش محبوب الا ان فترته كبطل كانت تستحق الاحترام. عمل 19 دفاع عن اللقب، منهم 8 ضد مواهب شابة صاعدة وكلهم بدون هزيمة. واجه الكل وما سابش ولا اسم ما جابهوش، وبحلول 1985 كان سجله 48-0، رقم اسطوري بكل معنى الكلمة. رغم كل اللي عمله ده وكل الانجازات اللي حققها، الا انه ما خدش اي تقدير من اللي يستحقه من الاعلام والجماهير، وكان خلاص بيفكر في الاعتزال، بس كان ناقص له قطعه واحده بس، لو جمعها كان هيبقى هو الانديفيدد، واكيد ساعتها الصوره عنه هتتغير. ولكن القطعه دي مع الوحش اللي قدامك ده. People are saying Larry Holmes, why? They won't say that anymore after this because I know what I'm doing. If they want to make him out of a beast that he's claimed to be, he's going to be in there with a beast. I'm an experienced professional fighter. I am no kid. I do not play. I'm going to knock this guy out. To me, guys, the real issue here is how Larry Holmes is going to deal with this force of nature in front of him when he gets hurt. حط لايك عشان انا اتحمست. رجع هولمز بعد 18 شهر اعتزال يوم 2 يناير 1988 عشان يواجه مايك تايسون على لقب بطل العالم الموحد للوزن الثقيل. تايسون دخل الحلبة ومعاه قدوته محمد علي وهمس له في ودنه وقال له هاتهولي من قفاه. هاتولي الكلب ده. الجولة الأولى كانت استكشاف من الطرفين، ولكن كل اللي كان بيحاول هولمز إنه يعمله إنه يتفادى القطر اللي داخل ده. تايسون كان حد جدا في الجولة الثانية وبيكسب لاري هولمز بسلاحه وهو الجاب، وده اللي ولع الشرارة جوه هولمز وخلاه يخش الجولة الثالثة وهو متحمس زيادة عن اللزوم، وجابت له الكافية. بدأ يتنطط ويترقص زي محمد علي، بس مفيش حد هيعرف يعمل زي محمد علي، ويسدد له جابات من بعيد ويترقص، يسدد له جابات ويترقص لحد ما بوم. تايسون دخل بيمين مدمرة خلت هولمز يلف في الحلبة ويدور على أي طريقة للهروب، وتبدأ الجولة الرابعة وبشراسة من تايسون أكتر من الأول بكتير، ويوقعه تاني، والوقعة دي خليته يتشقلب في الحلبة، يقوم يقف ويقع تاني. بيستأنف الحكم النزال، وهولمز كل اللي يقدر عليه يعمله إنه هو يحاول يبعد عن تايسون. تايسون كل اللي هو بيعمله إنه نازل فيه ضرب موت ضرب، هوكات عريضة ماشي، هوكات بنط ماشي، ضرب بغل برضه ماشي.
اوفر هاند وماله لحد اما بوم. على قد ما هولمز كان متين وبيستحمل، انما ما فيش ملاكم وزن تقيل ممكن يقوم بعد الوقعه دي. Okay, Mike Tyson, did this mean something special to you tonight because Larry Holmes was once an outstanding fighter? Well, it's great to have the name on my record, but everyone knows Larry Holmes was a legendary fighter. And if he was at his best, I couldn't stand a chance. He's a great fighter. I admire him very much. Absolutely, yes. The king is dead. Long live the new king. Absolutely. Thank you, Mike. Thank you, Larry. And back to ringside. فوز مايك على لاري ساعات الناس بتتجاهله دلوقتي، وده بسبب الظروف وسن هولمز وقتها. كان عنده 38 سنة، لكن زي ما هولمز أثبت بعدين العمر مجرد رقم، بس لما يكون عندك مهارات ملاكمة عالية تعتمد عليها. في فبراير 1982 بعد 4 سنين من نزال تايسون، هولمز ضاف لاسمه موهبة تانية، الانديفيتد راي مارسيليس. مارسيليس كان خصم قوي، وخصوصا بعد ما سحق تومي ميروسيون في النزال اللي قبله، ومع ذلك هولمز اداله درس زي ما ادى دروس كتير لغيره في الوزن التقيل لحد اعتزاله في 2002، يعني بعد 15 سنة كاملة من نزال تايسون. ولحد النهارده هولمز واحد من اكتر الابطال المظلومين في تاريخ الملاكمه، بنى مسيرته بالدم بشجاعه جباره، ما هربش من ولا خصم، وفي نفس الوقت قدم فنون ملاكمه جميله جدا لدرجه انها لسه بتدرس للطلبه لحد دلوقتي. ورغم اللي حصل بينهم، تايسون وهولمز بقوا اصحاب من يوم النزال، لكن العلاقه اللي كانت اعظم هي علاقه مايك بمحمد علي، اللي بقت اقوى واعمق وفضلت مستمره لحد وفاه محمد علي. الاتنين كانوا بيتقابلوا كل سنة وبيتكلموا في الحياة، لحد ما محمد علي رحمة الله عليه قابل وجه كريم. Who would have won if you fought this man in your prime? I was a dancing master. Yeah, you were a dancer. You moved. I wasn't that powerful. I was so fast. If he hit me. لو واحد تاني مكان محمد علي وعنده غرور وكبر، عمره ما كان هيجاوب الجواب ده. ولو واحد تاني مكان تايسون كان هيستغل الشهادة دي ويتكبر. What you say, Mike? I by no means I'm vain. I know I'm great, but can I tell you something? In this situation, every head must bow, every tongue must confess. This is the greatest of all time. رحمة الله عليك يا أسطورة، كلنا نترحم عليه في الكومنتات.